السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة جولة من مرسى مطروح، يعني الناس الطيبين اللي انتوا شايفينهم دول أول ما شافوني بصور أديكوا شايفين الترحاب عامل ازاي. يعني بصراحة مطروح بتتميز بأهلها. أهلها ناس خدومين جدا، محترمين جدا، يعني ناس كده عندها أصول. يعني بصراحة هتحبوا مطروح أصلا من ناسها ومن جمال مطروح. تعالوا بقى النهاردة نشوف ازاي هنروح شاطئ عجيبة بأقل التكاليف. شايفين البحر وجماله، شايفين الألوان، يعني البحر ليه كذا لون، تدرج ألوان. تنسوش بس أهم حاجة لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. ولسه فيديوهات كتير جدا عن مطروح هنزلها لكم بإذن الله. بيفرق معايا على فكرة ومع كل صناع المحتوى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكمان لو في كومنت حلو كده بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا في طريقنا العجيبة. رحنا عجيبة ازاي؟ سألنا نروح عجيبة ازاي، قالوا لنا ممكن تركبوا عربية اللي هي التمنية او تاكسي. هياخد منكم في حدود 250 جنيه. هيستناكم هناك بتاع ساعة، ساعة ونص اللي هم هتتصوروا فيهم او كده، ويرجعكم تاني. احنا كان مكان ما هنتحرك من شاطئ النخيل لشاطئ عجيبة، فطبعا 250 جنيه كتير. وكده هدف الفيديو ما اتحققش، ان انا قلت لكم هتروحوا باقل الاسعار واقل التكاليف. طب هنروح ازاي؟ هنركب من قدام شاطئ النخيل الميكروباص اللي هو بيودي شارع اسكندرية. تمام، ده بكام؟ ب3 جنيه. بنقول له عايزين ننزل عند العربيات اللي بتودي عند شاطئ عجيبة. بينزلنا في الاخر وبيشاور لك كده بايديه، يقول لك تمشي لاخر الشارع ده، ومش شارع طويل، بتمشي لاخره، بتركب العربية هناك. وفي اللقطة اللي فاتت هتلاقوا مصوره لكم كده بنك، هي قدام البنك ده. تمام، بتنزلوا هناك، بتسألوا في موقف كده، بتقولوا عربيات عجيبة رايحة فين هي، بيشاور لكم عليه ميكروباص برضو، بتركبوا. هو ده اللي انا بصور لكم منه الطريق لينا واحنا رايحين شاطئ عجيبة. بكام ده؟ ب10 جنيه. يبقى كده 10 جنيه الميكروباص اللي هو بيودي لشاطئ عجيبة، و3 جنيه الميكروباص اللي هو هيوديك شارع اسكندرية. يبقى كده ب13 جنيه. 13 جنيه، ولو حسبنا 13 جنيه كمان راجع، هيبقى كام؟ 13 و13 26 جنيه بدلا من 250 جنيه. فشوف، وهتقعدوا الوقت اللي انتوا عايزينه. فشوفوا بقى وفرتوا قد ايه. تمام. في غالبا في رسوم لدخول الشاطئ هناك. السواق خد مننا واحنا داخلين على الشاطئ نفسه 5 جنيه بس. تمام، يعني شوفوا هتوفروا قد ايه بالطريقة دي انكم تروحوا شاطئ عجيبة. وفعلا فعلا هو عجيب. احنا كده وصلنا. شوفوا بقى كده الطريق، صورته لكم برضو واحنا رايحين. وكده اهلا وسهلا بكم في شاطئ عجيبة، اللي اول ما تشوفوه لازم تقولوا سبحان الله. ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، الموقف ده وانتوا خارجين تركبوا منه عشان ترجعوا. بس ملحوظة اهم، الخروج يبقى تخرجوا منه قبل الساعة 5 عشان تلاقوا العربيات. لو ما لقيتوهاش ممكن بقى تركبوا تمناية، تركبوا تاكسي، بس طبعا السعر هيبقى اضعاف. فلو انتوا عايزين ترجعوا بتكلفة ما جيتوا بتخرجوا قبل الساعة 5 من شاطئ عجيب. وطبعا لو تبدروا، هم قالوا لنا عايزين، احنا قلنا لهم نرجع ازاي، قالوا لنا تخرجوا قبل الساعة 5 عشان تلاقوا عربيات. بصوا هناك بقى في كل حاجة بتتباع، في ملابس وفي اكسسوارات وفي الشنط بتاعة البحر والطاقيات وكل حاجة. وعلى فكرة في العموم مطروح اسعارها حلوة جدا جدا في اللبس وفي كل الحاجات دي يعني. بصوا جولة رائعة. وفي فيديو عندي تاني من سنتين لشاطئ عجيبة لو عايزين ترجعوا. في ألعاب للأطفال وفي كافيتريات، وهوريكم المنظر بتاع الكافيتيريا جوه دلوقتي. وفي طبعا تقدروا ان انتوا تنزلوا تحت الشاطئ نفسه، اللي عايز يعني اللي حابب ينزل تحت. في ناس بتعوم، انا مبفضلش طبعا العوم لان الشاطئ فيه صخور. بس في ناس بتعوم، عايزين تأجروا شمسية تقعدوا فيها، عايزين تقعدوا على الكافيتيريا فوق براحتكم، عايزين تروحوا ما تقعدوش في اي مكان تتصوروا كده وما تتكلفوش اي حاجة غير بس طريق المروح والمجية اللي انتوا عايزينه. تمام، ممكن تنزلوا تحت برضو وتتمشوا زي ما الناس بتتمشى كده وتشوف البحر من تحت. وفي ناس واقفة على الصورة اهي زي ما احنا شايفين. يعني بصوا روحوا براحتكم، انطلقوا. سبحان الله والله العظيم فعلا. ما تنسوش لايك للفيديو
وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. شايفين المنظر؟ وفي ناس كتير بتكتب احنا كاتبين اسامينا على اللي هي الصخور الكبيرة دي. على فكرة اللي هيروح مطروح مرة مش هيقدر ما يروحش تاني. لو انتوا بتشوفوني من على التيك توك على حسابي ميدو، ما تنسوش تدوسوا متابعة ولايك للفيديو وتعليق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجربتكم في مطروح لو رحتوا، ولو ما رحتوش حابين ابعت لكم فيديوهات عن ايه، هنزل لكم فيديوهات عن ايه. ولو بتتابعوني من على اليوتيوب قناة نفسيتك والمطبخ، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. دي الكافيتيريا اللي هي من جوه، كافيتيريا خاصة كده على يعني جنب الشاطئ. هي من فوق برضو بتشوفوا من فوقيها المنظر الفظيع ده، البحر ملوش نهاية. يعني انتوا قاعدين بحر وسما وقاعدة حلوة كده. بس يفضل تسألوا على اسعار الحاجة قبل ما تطلبوها، يعني عشان تبقى بس عندكم خلفية عن الاسعار. تمام كده، احنا خلصنا جولتنا في شاطئ عجيبة ورجعنا تاني للموقف اللي هنركب منه. واحنا راجعين، وزي ما قلتلكم احنا خرجنا قبل الساعة 5، خرجنا على حوالي الساعة 3 كده ورحنا علشان نركب. كانت تجربة حلوة جدا لينا في شاطئ عجيبة على مدار السنين. فكرة حلوة جدا بقى لو عايزين تهادوا حبايبكم كده، دي فكرة لصورة تعملوها لهم وتبعتوها لهم، هيفرحوا بيها جدا. كده احنا راجعين وخلصنا جولتنا في عجيبة، وحبيت اصور لكم برضو الطريق كده واحنا راجعين. منظر البحر من كل الجوانب فظيعة. في عجيبة بيتنزل برضو غير اللي هو وريته لكم في الفيديو ده، على الجنب ده اللي انا بصور فيه، في ناس برضو بتعوم فيه، هو شاطئ اصلا. تمام، بس احنا بنحب نفضل نروح المكان بتاع التصوير، لاننا اوقات كتير اصلا ما بننزلش تحت وبنتصور من فوق، لان الجبل مسافة شوية على ما يتنزل، فكل واحد وراحته طبعا. واهو الشاطئ اللي بقول لكم عنه ده. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتظروا فيديوهات تانية كتير جدا لمطروح وحاجات جميلة.